الحرائق والنيران عم تنتشر بالساحل السوري بسرعة كتير كبيرة، بشكل كتير كبير، أسرع من الوقت، أسرع من فرق الإطفاء، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة عم تحصل الآن بالساحل السوري، مناظر مؤلمة، وقت بتشوف غابات كثيفة عم تنحرق قدام عيوننا، فرق الإنقاذ والطوارئ عم تبذل أقصى طاقتها، وزارة الطوارئ والكوارث أعلنت حالة الاستنفار، وزير الطوارئ والكوارث عم يتابع العمل بشكل ميداني وبشكل لحظي، بس الموضوع أكبر مننا بكتير، الحرائق أكبر بكتير. مع هالشي فرق الدفاع المدني وفرق الإطفاء ما يأست وعم تتابع عملها بمحاولة السيطرة على مصادر النيران، لكن مع الأسف كل شوي في بقعة جغرافية جديدة عم تشعل النار فيها، في بقعة جديدة عم تشغل النار فيها. مع الأسف النيران عم تتوسع وفرق الإنقاذ والطوارئ عم تشتغل بطاقة كتير كبيرة، بس في معوقات مرعبه عم تواجههم، في الغام عم تفجر فيهم خلفها نظام الاسد البائد، في غابات ما مفتوح لها طرقات، عم يحاولوا يفتحوا لها طرقات، ما عم ييأسوا وما عم يستسلموا حتى يسيطروا على كامل مصادر النيران وحتى يخمدوها. مع الاسف في بعض مصادر النيران غالبا مفتعله، تم اشعالها بشكل متعمد ومقصود، ومع هالشيء عم تحاول فرق الاطفاء وفرق الانقاذ تسيطر عليها، لكن سرعه الرياح الموجوده بالمنطقه، ارتفاع درجات الحراره باليوم عم يعيق عمليه السيطره او يؤخر عمليه السيطره على مصادر النيران. عم تراقب فرق الطوارئ وفرق الدفاع المدني النيران المشتعله بالدرونات عبر الاقمار الصناعيه. من شوي وصل خبر انه في بقع جغرافيه، صفحه الدفاع المدني اصدرت تحذير بانه في بقع جغرافيه جديده اشتعلت النيران فيها، لذلك وجهوا نداء للاهالي، لاهلنا الموجودين هناك، يا اهلنا، بتمنى السلامه لكم، وبتمنى ربنا يكون معكم ويفرج عنكم، وبتمنى انه يتم السيطرة على مصادر النيران بأسرع وقت ممكن، لكن يعني فينا نتساعد كلياتنا بأنه نسيطر على مصادر النيران. بتمنى بترجى بأنه ما يتم إشعال النيران تحت أي ظرف، بعرف أنه في عطلة وفي ناس بتحاول تطلع على الغابات، بتمنى ما يتم إشعال النيران تحت أي ظرف، لأنه في هواء كتير كبير، ربما سيكارة ترميها من غير ما تصحى تؤدي الى كارثه كثير كبيره. لهيك بتمنى نكون كلياتنا على قدر المسؤوليه، نبهوا الاولاد، نبهوا الكل، اذا يتم يحاولوا انه ما يشعلوا النيران تحت اي ظرف. الامر الثاني، اي حدا بتشوفوه عم يشعل النيران بشكل متعمد ومقصود، بتمنى يتم ابلاغ فرق الامن وفرق الطوارئ والكوارث عنه بشكل سريع، ليتم معالجه الامر وليتم السيطره على الحريق قبل ما يمتد وقبل ما يكبر. تمنياتنا بالسلامة للجميع، تمنياتنا بأنه فرق الطوارئ وفرق الدفاع المدني والإطفاء تقدر تسيطر على الحرائق بأسرع وقت ممكن. أمنياتنا الكبيرة بالسلامة لكل أهلنا الموجودين بالساحل السوري.